احنا قلنا ان احنا درسنا في السنين اللي فاتت ان انا موقع مصر بالنسبة لقارات العالم، ان مصر جزء من قارة افريقيا. افريقيا دي احدى قارات العالم القديم. انا عندي العالم بينقسم الى قارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، وقارات العالم الجديد اللي هي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية. هنبدأ بأول قارة معانا اللي هي قارة افريقيا، اللي هي القارة بتاعتنا اللي مصر جزء منها. هنتعرف عليها، نعرف مكانها فين بالنسبة للعالم، هنعرف كمان الموقع بتاعها. انا قلت ان انا عندي اي مكان عايز اعرفه بعرفه من خلال حاجتين: الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. قلنا ان هي قارة افريقيا دي وسط قارات العالم. جنبها مين؟ قال لي جنبها من ناحية الشرق قارة اسيا. اسيا دي اكبر قارات العالم، وجنبها من جهة الغرب اللي هي من جهة الشمال سوري اللي هي قارة اوروبا. يبقى قارة اسيا من جهة الشرق وقارة اوروبا من جهة الشمال. طيب مساحتها قد ايه قارة افريقيا دي؟ قال لي مساحتها 30.4 مليون كيلو متر مربع. اول قارة من قارات العالم قلنا اللي هي اسيا. تليها مين بعديها مباشرة؟ اللي هي قارة افريقيا. ثاني اكبر قارات العالم من حيث المساحة. يبقى اول قارة واكبر قارة من حيث المساحة هي قارة اسيا. تاني قارة من حيث المساحة هي افريقيا، يعني مساحتها 20% من مساحة قارات العالم. طيب يا ترى بتطل على بحار ايه او محيطات ايه؟ قال لي بص على الخريطة كده هتلاقي في الشمال فوق البحر المتوسط، في جهة الشرق قال لي ايه ده؟ البحر الاحمر. قال لي المحيط الهندي، عندي كمان المحيط الاطلنطي. يبقى الحاجات دي كلها البحار او المحيطات اللي بتطل عليها قارة افريقيا. قال لي طيب خلي بالك بقى، قارة اوروبا بتقترب من عند افريقيا في مضيق اسمه مضيق جبل طارق. خلي بالك عشان الاسم ده هنعوزه بعد كده في الاهمية. يبقى تقترب قارة اوروبا من قارة افريقيا من ناحية الشمال عند مضيق جبل طارق. طيب قال لي قارة اسيا ده، افريقيا دي قريبة قوي من اسيا عند مكان تاني اسمه مضيق باب المندب. احنا خدنا المضايق والممرات المائية دي السنة اللي فاتت في الوطن العربي لما كنا بنتكلم عن الوطن العربي. قال لي بيفصل قارة افريقيا عن قارة امريكا الشمالية وقارة امريكا الجنوبية محيط اسمه المحيط الاطلنطي. يبقى انا دلوقتي عرفت البحار والمحيطات اللي بتطل عليها قارة افريقيا وبتقرب قوي او بتبعد قوي عن بعض القارات التانية او الاماكن التانية. ازاي؟ يقول لي في مكان مهم جدا جدا عندنا اسمه شبه جزيرة سيناء. المكان ده مهم جدا بالنسبة لقارة افريقيا. ليه؟ قال لي شبه جزيرة سيناء ليها اهمية حضارية كبيرة جدا لقارة افريقيا عبر العصور. طيب يعني ايه اصلا اهمية حضارية؟ قال لي الحضارة كل ما انتجه العقل البشري، اي حاجة العقل البشري عملها. طيب بس كده؟ قال لي لا، العادات، التقاليد بتاعت الناس، العلوم، الفنون، القيم، اي حاجة بقى الانسان هيعملها، سواء قلاع سواء مباني سواء قصور، اي حاجة بتميز المجتمع بتاعنا عن غيره بقول عليها الحضارة. الحضارة دي موجودة في شبه جزيرة سيناء. ازاي؟ اللي انتقلت عن طريقها الثقافات والحضارات من قارة اسيا لقارة افريقيا، زي الحضارة الاسلامية. قال لي احنا هنتكلم على
الموقع الجغرافي والموقع الفلكي لقارة أفريقيا. أي مكان لازم أعرف الموقع الجغرافي بتاعه اللي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، والموقع الفلكي اللي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هو الموقع الجغرافي. يا ترى إيه هي الأماكن اللي موجودة عندي في قارة أفريقيا؟ المناطق اللي جنبي إيه؟ يعني شمالا إيه؟ قال لي شمالا البحر المتوسط، والبحر المتوسط ده بيفصلها عن قارة أوروبا. يبقى أول حاجة في الموقع الجغرافي بالنسبة لقارة أفريقيا هلاقي البحر المتوسط في جهة الشمال، وده بيفصلها عن قارة أوروبا. قال لي طيب إيه تاني؟ قال لي أنت بتتكلم عن موقع جغرافي. إحنا بنتكلم دلوقتي عن الموقع الجغرافي لقارة إيه؟